مبروك، خلاص البيبي نور البيت بالسلامة. بس فجأة بتكتشفي ان في حاجات ناقصة وانت محتاجاها حالا والبيبي مش مستني. علشان كده النهاردة جاي اقولك على 6 حاجات لازم يكونوا في بيتك من ساعة الولادة. انا دكتور مصطفى العطار، والنهاردة هنحضر مع بعض شنطة المولود في اول حلقة من سلسلة ام جديدة. رقم 1 فيتامين د، وده الصديق اليومي للبيبي من اول يوم ولادة لحد سنة او سنتين. بنحتاج 400 وحدة دولية يوميا علشان نضمن نمو عظام طفلك وقوة مناعته، وده مش رفاهية، ده أساسي. رقم 2 كحول للسرة تركيز 70%، ودي مهمتنا في الأسبوع الأول هو تنظيف السرة 3 مرات في اليوم على الأقل، وده عشان تنشف وتقع بسلام وبدون أي التهابات. نرش الكحول من كل الجوانب وما تقلقيش. رقم 3 كريم الحفاض. خلي بالكم ان اكبر غلطة اللي احنا ننتظر لما تحصل التهابات وبعد كده ندور على كريم. الصح اللي احنا نستخدم كريمات من اللي بتحتوي على مادة الزنك اوكسيد مع كل غيار كطبقة عزل. رقم 4 دواء المغص والانتفاخ. اصعب لحظة على الاب والام هو صريخ نص الليل. لازم يكون عندنا دواء مضاد للتقلصات زي مادة السايمسكون علشان تهدي بطن البيبي. وطبعا الجرعة بتبقى على حسب وزن طفلك وتحت إشراف طبي. رقم 5 بخاخ أو نقط محلول ملحي للأنف. البيبي مش بيعرف يتنفس من بقه، فلو مناخيره حصل فيها خنفرة أو اتسدت مش هيعرف يرضع أو ينام. نقط محلول الملح هو الحل السحري والآمن علشان تفتحي مجرى التنفس فورا بدون أي أدوية كيميائية. رقم 6 قطرة العين. عيون البيبي في الأيام الأولى بتكون حساسة جدا، فيها شوية التهابات بسيطة من آثار الولادة، فوجود قطرة عين معقمة ومطهرة معانا مهمة جدا عشان نطهر عين البيبي ونحميها من أي عدوى. ال6 حاجات دول هم عدة الإنقاذ، جهزيهم عشان تكوني مطمنة وجاهزة لأجمل رحلة في حياتك. اشتركي في القناة عشان تتابعي باقي حلقات سلسلة أم جديدة، واعملي منشن لكل أم قربت تولد عشان تجهز نفسها. وألف مبروك على النون الجديد.